طيب بصوا يا بنات، خلينا متفقين ان في 3 حاجات لازم او 4 حاجات لازم تعمليهم قبل استخدام اي شيفنج، ايا كان بقى لبشرتك او لجسمك. طيب، اول حاجة قبل استخدام الشيفنج اعملي سكراب للجلد علشان الجلد الميت يتشال و... والمسام تتفتح وتقدري ان انتي بسهولة جدا تشيلي الشعر. تاني حاجة، مفيش إثبات علمي إن الشفرة بتزود أو بتكثف الشعر، دي بصيلات ودي هرمونات وجيناتك انتي. مفيش إثبات علمي إن الشفرة بتزود، يعني البصيلات بتاعت شعرك لو 100، الشفرة مش هتخليها 101. فده يعني معلومة خاطئة جدا، الناس كلها فاكرة كده، فده خطأ جدا، معلومة مش صحيحة. طيب، تالت حاجة، قبل الشيفنج لازم تكوني مرطبة الجلد جدا كويس جدا علشان يسهل معاكي ازالة الشعر. قبل برضك ما تستخدمي الشفرة لازم تحطي جل صبار، بيبقى حلو جدا، بيهدي البشرة من الاحمرار، بيساعد على ان الشعراية تطلع بسهولة. طيب بعد كده لازم بشرتنا تبقى نظيفة جدا جدا، تغسليها بالغسول المناسب ليها، وبعد كده تقفل يعني تعقمي البشرة كويس جدا قبل الاستخدام. بعد كده ما تعمليش شيفنج على بشرة جافة، زي ما قلتلك لازم تحطي جل صبار او تحطي الشيفنج فوم، او خلي فيه وسيلة ان هي تسهل الشفرة ان هي تمشي على الجلد. الشفرات انواع كتير قوي، في للوش اللي هي الفلامينجو، في للجسم اللي هي فينوس. الفينوس اللي هي البينك او الصفراء او الموف، التلاتة احسن من بعض، بس اختلاف بس اللي فيهم عدد الشفرات. فكلهم حلوين. هنعمل بقى شيفنج في اتجاه نمو الشعر، وكمان في اتجاه نمو الشعر، ما تمشيش بالشيفنج في عكس اتجاه نمو الشعر، ده هيخلي ان الشعرية تتقطم بشكل يبقى رخم، وهتحسي ان الشعرية تقيلة وسميكة وناشفة، فهتخليك ان انتي يبقى في احتكاك، والاحتكاك هيسبب اسمرار. ما تمشيش على المكان كذا مرة، امشي مرة واحدة، لان انك تمشي على المكان كذا مرة دوت هيسبب لك اصفرار. نحافظ على الشفرة نظيفة، متحطيهاش في مكان يكون مبلل، عقميها كويس قبل الاستخدام وبعده. بعد الشيفنج استخدمي مرطب خالي من العطور، او استخدمي مضاد حيوي ل3 ايام، بلاش تستخدمي حاجة فيها عطور او مزيل عرق بعد الشيفنج، الكلام ده ممنوع خالص، بلاش حاجات فيها عطور عشان ما تعملكيش حبوب. استخدمي مضاد حيوي لمدة 3 ايام. بس كده يا بنات، دي شوية نصايح عن الشيفنج او عن استخدام الشفرة، او انك ما يطلع لكيش حبوب او تتحسسي والشفرة تعملك التهاب. تجنبي كل الحاجات دي، الخطوات البسيطة اللي انا بقولك عليها دي. يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدتي منه. لو الفيديو عجبك اعملي لايك، اشتركي في القناة، وفعلي زر الجرس، كمان ما تنسيش تعملي فولو على الانستجرام، سيب لك اللينك في اول تعليق. باي باي.